الكاستم فيو رقم 4 في اهم 5 كاستم فيو ما ينفعش نستغنى عنهم في الفيسبوك ادز سيستم، وهو المسج كاستم فيو. بس قبل ما نبدا، لو واخد البلاي ليست دي من اولها وان شوت، هتلاقي حصل في دماغك اوفرلود من كم التفاصيل اللي احنا قلناها، والمعلومات هتدخل في بعضها لو كملنا. فالاحسن تاخد بريك على الاقل 10 دقايق وترجع تكمل تاني، عشان الجزء اللي جاي محتاج تركيز عالي جدا بنفس درجه تركيز الاجزاء اللي اتكلمنا فيها. وكالعاده خلينا نفتكر مع بعض الاول ان الكاستم فيو ده هتعتمد عليه لو انت عامل الكامبين اوبجكتيف انجيجمنت ومختار الاوبتمايزيشن جول مسجز. المسج كاستم فيو هو اللي بيحل لينا معضله اتكلمنا عنها في مقدمه الفيديو، فتعالى نفتكرها. اخر مثال هقوله لك وهشرح لك فيه الحل مبدئيا عشان نتاكد ان الجزء ده اتفهم صح. فكر معايا، لو انت شغال على مسج كامبين زي اللي هتظهر لك دي، ولقيت ان في كومنتس بالرقم ده، فرحت تاخد عينه من الكومنتس دي، لقيت الليدز اللي بتيجي من هناك كواليفايد جدا زي الليدز اللي بتيجي من المسجز بالظبط. في الحاله دي في مشكلتين هيواجهوك. اول مشكله، مفيش مترك جمع للمسجز والكومنتس مع بعض، وده مش عملي. تاني مشكله ان مفيش مترك بتقول لك تكلفه الكومنت عليك بكام. كده افتكرنا احتياجنا للكاستم فيو ده بدأ لما لقينا ان في ليدز جايه من الكومنتس كواليفايد جدا بنفس درجه الليدز اللي بتجيلنا من المسجز، فاحتاجنا نعمل اكتر من كاستم ماتريكس عشان نحل المشكلتين اللي واجهونا. فتعالى نشرح كل ماتريك زي ما اتعودنا. اول ماتريك وهو التوتال كونتاكتس، وده بيديلنا اجمالي كل الكونتاكتس اللي اتواصلوا معانا سواء بالمسج او بالكومنت على الاد بتاعنا، والمعادله زي ما هي ظاهره قدامنا. تاني مترك وهو الكوست بير كونتاكت، ودي بتعرفك تكلفه كل كونتاكت بكام وبنحسبها بالمعادله اللي ظاهره قدامنا. واخيرا الاوفلاين ليد ريت، والمترك دي بتقولك انت وصلت لكام ليد من اجمالي الكونتاكتس اللي تواصلوا معاك، وبرده بنحسبها بالمعادله البسيطه اللي قدامنا. وبكده نكون خلصنا رابع كاستم فيو، واللي يعتبر اخر انجيجمنت كاستم فيو. بس في ملحوظه صغيره عايزه اقولك عليها. بعد ما عديت على كل الكاستم فيوز دي، وارد تتحط في موقف عايز تحسب فيه تاثير كل الانجيجمنت اكشنز، ولكن كل اكشن بوزن مختلف عن التاني. فمثلا هندي وزن 2 للبيج لايكس، و3 للبوست شيرز، و2 للبوست سيفز، و1 للبوست كومنتس والبوست رياكشنز. وخلي بالك الوزن ده بيكون على حسب تقديرك وعلى حسب الكيس اللي معاك، وبناء على التقديرات اللي هتحطها هتروح تعمل انجيجمنت سكور بالشكل ده، وتقدر تستفيد منه في اي انجيجمنت كامبين مش المسجز كامبين بس. واخيرا هتلاقي الشيت اللي فيه الكاستم فيو ده في البايو. ولو في اي حاجه مش واضحه او اسئله قول لنا في الكومنتس ويلا نتناقش فيها، وما تنساش تقول لنا رايك لان ده هيفرق معانا جدا.